بسم الله ما شاء الله. 21 رغيف يا جماعه من 3 كوبايات ونص من الدقيق. ما تكلفش معايا 7 جنيه ونص بمقياس الدقيق. عايز اقولك انت لو هتشتري واحد من بره هتشتريه ب 25 جنيه اقل حاجه. الطريقه ولا اسهل، وصفه ولا اروع، وجبه متكامله زي ما انت شايفه كده، حاطه فيها حاجات تعزز جدا القيمه الغذائيه. ويلا مع بعض نشوف الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض رغيفه عيش بثلاث كوبايات دقيق ونص. تقدري تحشيها باي حشوه، طعمها لذيذ، موفره جدا. لو هتشتري الرغيف ده من بره مش هتجيبيه اقل من 30 جنيه. تعالوا هنعمله ببلاش في البيت. هنا معايا دقيق، حاطه 3 كوبايات دقيق بمعيار الكوبايه دي. هنا 3 كوبايات ونص. حاطه عليها حوالي كبشتين كبار من السمسم علشان ارفع القيمه الغذائيه. طبعا السمسم مليان كالسيوم يا جماعه. وبرده حاطه حوالي معلقتين كبار من حبه البركه ومعلقه ملح. تعالوا نشوف بقيه الخطوات. هنا بقى معايا ميه دافيه، وهقول لكم على طريقه حلوه قوي تعملي بيها الخميره بتاعه الخبيز وما تاخدش معاكي اي وقت في التخمير، حاجه سحريه كده. تعالوا كده نشوف مع بعض. معايا باكيتين من الخميره الفوريه، ومعايا نص معلقه سكر او معلقه عسل نحل صغيره، والسر كله في معلقه صغيره من الخليط ده على الكيك شيف. وهوريكي هيحصل ايه بالظبط، يعني مش هتستني اي حاجه. هتلاقي الخميره اللهم بارك بتاعتك رفعت، وابقى كأنك بقى معاكي محسن خبز. بصي بقى انا عملت ايه. انا حطيت الباكيتين عليهم معلقه عسل نحل صغيره، عليهم معلقه صغيره من الكيك شيف او بيكنج باودر. هنقلب. بصي اللهم بارك، بصي على طول هتلاقي الخليط بتاعك بدأ يعمل بابلز وبدأ يشتغل معاكي، مش هتحتاجي تستنيه. انا هقلبه حلو قوي، وهبتدي ان انا استخدم هشوف انا هستخدم ايه في العجين، وهيبقى ايه مكونات بقيه مكونات العجين. بس بسم الله ما شاء الله، قلبت كل المكونات مع بعض في لحظتها بدأت تشتغل معايا الخميره، ودي بتدي نتيجه حلوه قوي في التخمير. هنضيف بقى التخمير ده او الخميره بتاعتنا للعجين. تعالوا نشوف بقيه الوصفه. هنحط هنا برده معلقه سكر صغيره علشان احنا عايزين كده يبقى الطعم اقرب حاجه للعيش الفينو. حطيت الخميره، وقبل ما احط الخميره ضفت معلقه سكر كبيره للعجين. دلوقتي هتشوفي هعمل ايه. دلوقتي هحط شويه زيت صغيرين ابتدي اعجن. تقدري تعجني بلبن وتقدري تعجني بميه. وكمان هحط هنا للعجين حوالي معلقتين من اللبن البودره، تفرق قوي في الطعم معاكي. معلقه ونص كبار او معلقتين لبن بودره. هنعجن وهنستخدم شويه زيت صغيرين معانا في العجين. ممكن تعجني بلبن عادي او بميه، انا هستخدم ميه عادي. لما العجينه كده يا جماعه الخير تبتدي ان هي تبتدي تلم معايا، هحط قد معلقتين 3 زيت. بتدي قوام حلو قوي للعجينه لما بحط الزيت في الاخر في العجين. العجينه دي اهو خلاص اتعجنت. طبعا كميه السوائل يا جماعه الخير دلوقتي يا جماعه كميه العجينه دي اللهم بارك خلاص خلصت. طبعا كميه السوائل دي انت بتبقى حسب الدقيق. بتبتدي انت تضيفي الميه بتاعتك بالتدريج وقبل ما تلم معاكي بتقومي ضايفه معلقتين 3 زيت. بتخلي الزيت اولا بيديها طعم احلى، بيعمل حاجه حلوه قوي في العجينه ان انت مش مضطره تسيبي العجينه تخمر او ترتاح. انت ممكن تستخدميها على طول مباشره وتشتغلي بيها، مش هتلم منك. يعني لما تيجي تفردي العجين مش هيلم منك عن تجربه. فدي اضافه حلوه بتخلي العجينه طعمها احلى، وفي نفس الوقت بتخليكي تشتغلي بالعجينه مش مضطره تسيبيه من 20 ل 30 دقيقه يرتاح، علشان ولما تيجي تفرديه يقعد يلم منك بالطريقه التقليديه. لا كده مش هيلم منك وهيتفرد على طول. دلوقتي بقى تعالوا نحضر الحشوه. الحشوه بقى يا جماعه الخير، انا كان عندي حوالي 3 كيلو من الصدق. قطعته زي او السجق قطعته زي ما حضراتكم كده شايفين. اي حشوه بقى عندك تنفع. عندك شويه لحمه مفرومه تنفع، عندك بسطرمه تنفع، عندك حته فراخ مشويه بايته او ربع بانيه ينفع. اي حشوه عندك جبن ميكس جبن ينفع. اي حشوه معاكي هتنفع وهتطلع طعمها خطير. تمام. وهنشوف هنكمل بقيه الحشوه. حطيت يا جماعه فلفل حلو وفلفل حامي. طبعا حامي حسب الرغبه. حطيت طماطم مش كتير عشان ايه، انا مش عايزه العجينه، مش عايزه الحشوه تسيل معايا. ممكن تحطي توم، اي حشوه عندك انت ولادك بيحبوها. ممكن تحطي بصل على حسب ما ولادك بيحبوا في الحشوات. دلوقتي نبتدي بقى نشتغل في العجينه. بصوا بقى يا جماعه الخير، ده ميكس جبن عباره عن جبنه رومي او تركي مبشوره، وكمان جبنه موتزاريلا مبشوره. هنشوفوا هنشتغل ازاي بيهم. بصوا ما شاء الله، على ما بس جهزت الحشوات، جهزت الحشوه الصدوق وكمان الجبن،
كانت اللهم بارك العجينه خمرت وبقت زي الفل. تعالوا كده نبتدي مع بعض نشكل فيها. بصوا يا جماعه، فرشت عملت انا البتاع كده رول مستطيل، وهبتدي ان انا اقطعها قطع. بصوا يا جماعه الخير، هنا بقى معايا 20 حته هعمل بيها 20 رغيف باذن الله. يعني حاجه اللهم بارك اقتصاديه وموفره. عايزه اقول لك انت لو لفتيه رولات وعملتيه فينو يبقى انت كده عملتي ب 10 جنيه او اقل. لا 10 جنيه ايه، لا كيس الدقيق ب 15 جنيه، عملتي بنصه عملتي 20 رغيف. يعني احنا بنتكلم في ب 7 جنيه ونص عملتي 20 رغيف. انت اصلا بتروحي تشتري رغيف الفينو من جنيه لجنيه وربع. يعني انت ب 7 جنيه ونص عملتي ما يقرب، قولي مثلا عملتي ما يقرب من 20 رغيف، فدي توفير جامد جدا يعني. تعالوا بقى نشوف الخطوات ايه. رشه كده من الدقيق، وبنبتدي ان احنا نفرد العجين بتاعنا بالنشابه. بنفرد كده العجين. اللهم بارك. شايفين يا جماعه السمسم وحبه البركه بالطريقه دي ان احنا دخلناهم في العجين من الاول، مش هيطلعوا معايا لما نيجي ناكلهم، وبالتالي هنستفيد بيهم استفاده قصوى. فردناهم كده. هنشوف هنعمل ايه. بنحط الحشوه وبنسيب مسافه من الاطراف، بنحط شويه من ميكس الجبن وبنقفلها. هو كده يا جماعه قفلتها. ابتدي ان انا اقفلها بصوابعي باي طريقه بقى، بالشوكه، بصوابعي، باي طريقه. قفلتها بصوابعي كده. واللي يساعدك قوي ان هي تقفل معاكي حلو وما تفتحش معاكي في السوا ان حضرتك تكوني سايبه الاطراف ما عليهاش حشوه. هكمل بقيه المقدار واوريكم شكلها، وبنحط في الصاج، وهكمل بقيه المقدار واوريكم شكلها هم حطها في الصاج عامله ازاي. اللهم بارك. الصاج كامل اهو يا جماعه. اللهم بارك. هسيبه بقى يخمر حوالي من ربع لنص ساعه، وهغطيه وبعدين ادخله الفرن على درجه حراره عاليه ويدخل في نص الفرن. بس اهم حاجه اسيبه يخمر من ربع لنص ساعه. كل ما سبتيه اكتر كل ما هيكون احسن. طبعا شكلهم يفرح ومليانين عناصر غذائيه مفيده. احنا حاطين لبن، حاطين سمسم، حاطين حبه البركه، غير الحشوه اللي جوه فيها خضار، فيها بروتين، يعني وجبه متكامله. بصي دي طريقه لطيفه قوي ان انت تحشي بسرعه وتفردي بسرعه. ان انت بتفرشي، بترشي رشه دقيق محترمه، وبتحطي العجين بتاعك، وبتحطي فوق العجين شويه دقيق، وبتفرشي وبتبتدي تفردي دي وتفردي دي. انا كنت كمان بعمل واحده ثالثه، كنت بعمل 3 مع بعض، وتحشي ال3 مع بعض وتقفلي مع بعض. هيساعدك ان انت تعملي اللهم بارك كميه كبيره مع بعضها. ده الصاج التاني اللهم بارك يا جماعه طلعوا 21 رغيف. اللهم بارك اللهم بارك. فبصوا دي طريقه سهله للحشو والفرد. زي كده طريقه ورق العنب برده في اللف. ان احنا كنت انا عامله، هتلاقوا كده في فيديو تعريفي اول ما تفتحي القناه، هتلاقي كده في فيديو لاسرع طريقه للف الورق العنب او اي محشي بيتلف. تقدري تعمليه بنفس الطريقه، ان انت بتفردي كذا واحده مع بعضها وتحطي الحشوه وتلفي مع بعض بنفس الطريقه. كده بنعمل الحشو العيش. ده بيسهل علينا وبيوفر وقت كتير وبيخليكي تنجزي كميه كبيره في وقت صغير. لا ما شاء الله يا جماعه. ادي الصاج الاولاني بعد ما خمر اللهم بارك. هندخله دلوقتي على فرن سخن جدا في الرف اللي في النص 10 دقايق واقل هتكون خلصانه. فانت برضو تابعي الفرن بتاعك، كل واحد حسب فرنه. لما تبتدي تحمر من تحت هنديها وش تحت الشوايه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. ده منظره بعد ما طلع من الفرن اللهم بارك. ما خدش معاكي من 12 ل 15 دقيقه حسب الفرن بتاعك. اما يحمر من تحت بتفتحي عليه الشوايه. بسم الله ما شاء الله شكله رهيب، ريحته رهيبه. طبعا ملاحظ ان هو حجمه زاد في الفرن كمان، لان انت بتدخليه على فرن سخن جدا، فده بيساعد على برضو ان العجين يكمل معاكي اختمار اثناء السوا. دلوقتي هطلع الصاج التاني واوري لحضرتك حاجه اللهم بارك اقتصاديه. باي حاجه بواقي التلاجة اللي عندك تقدري تعملي وجبه متكامله فيها كل العناصر الغذائيه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. 21 رغيف بتكلفه بسيطه جدا وطريقه سهله وسريعه. في خلال ساعه تبقي محضراها ومسوياها. تنفع فطار غدا عشاء. انا عاملاها اهو في وجبه غدا، وتنفع جدا للرحلات. اتمنى تجربوها. طعمها وريحتها ما اقولكوش. طبعا شايفين ما شاء الله العجين اختمر زياده كمان بعد ما دخل الفرن. لما دخلناه على فرن سخن جربوها وقولوا لي في التعليقات. وعايزه الريفيوهات بتاعتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وهتلاقي كمان صفحه الفيسبوك معانا موجوده في اول تعليق مثبت على الفيديو. ونشكركم جدا. ونقول مع بعض كفاره المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله. بسم الله ما شاء الله. 21 رغيف يا جماعه من 3 كوبايات ونص من الدقيق. ما تكلفش معايا 7 جنيه ونص بمقياس الدقيق. عايز اقولك انت لو هتشتري واحد من بره هتشتريه ب 25 جنيه اقل حاجه. الطريقه ولا اسهل، وصفه ولا اروع، وجبه متكامله زي ما انت شايفه كده. حاطه فيها حاجات تعزز جدا القيمه الغذائيه. ويلا مع بعض نشوف الطريقه.
بسم الله ما شاء الله. 21 رغيف يا جماعه من 3 كوبايات ونص من الدقيق. ما تكلفش معايا 7 جنيه ونص بمقياس الدقيق. عايز اقولك انت لو هتشتري واحد من بره هتشتريه ب 25 جنيه اقل حاجه. الطريقه ولا اسهل، وصفه ولا اروع، وجبه متكامله زي ما انت شايفه كده، حاطه فيها حاجات تعزز جدا القيمه الغذائيه. ويلا مع بعض نشوف الطريقه.